حد سأل نفسه قبل كده مين هو اللي هيهد الكعبة الشريفة؟ طيب هو ربنا تعالى ليه هيسيب بيته يتهد أصلا؟ طيب خد اللي ما تعرفوش بقى، تعرف إن المصريين هم اللي بنوا الكعبة بالشكل اللي أنت شايفه دلوقتي ده؟ طب حد سأل نفسه قبل كده هي الكعبة اتهدت قبل كده أصلا؟ علشان المصريين يبنوها؟ أهلا بيكم، أنا محمد فتحي وجاي من الآخر أجاوبك على الأسئلة المعقدة. نبدأ بالصلاة على النبي. البيت العظيم اللي أنت شايفه قدامك ده هيجي يوم وهيتهد حجر حجر لحد ما بيبقاش منه حاجة نهائي. بس قبل ما اقول ايه اللي هيحصل ومين اللي هيهد وهيتهد ازاي، خليني اجاوبك على السؤال ده الاول. هل الكعبة اتهدت قبل كده وهل اتغير شكلها؟ الاجابة نعم، الكعبة اتهدت واتبنت تاني اكتر من مرة. اول مرة كانت في الجاهلية لما قريش هدتها وبنتها من جديد، وده حصل بعد ما السيول اثرت على بدن الكعبة نفسه، وبعدها جاء اشرف الخلق صلى الله عليه وسلم على بناء قريش الجديد. وبعد كده حصلت حادثة كبيرة جدا في زمن الصحابي الجليل عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه وارضاه، لما الكعبة اتحرقت واتضربت أثناء حصار أهل الشام لمكة، لما ضربوها بالمنجنيق، والكعبة وقتها اتحرقت وأجزاء منها اتهدت. ولما مات الزبير ابنه قرر إن ما ياخدش قرار سريع أو فردي في تحديد مصير الكعبة، لا ده استنى موسم الحج لما جه وسأل الناس نصلح الكعبة ولا نهدها ونبنيها من الأول. في ناس قالت نصلح بس من غير ما نهد، لكن ابن الزبير قال كلمة قوية جدا قدام الناس: لو بيت واحد فيكم اتحرق أو اتهد مش هيرضى غير لما يبنيه من جديد، أمال ده بيت ربنا. وهنا الراجل قرر إنه يستخير ربنا 3 أيام ورا بعض، وبعدها قرر يهد الكعبة ويبنيها من جديد. والجميل في الموضوع إن هو بناها على الشكل اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان نفسه يشوف الكعبة عليها. زود جزء من حجر سيدنا إسماعيل وخلى للكعبة بابين، باب للدخول وباب تاني للخروج. بعد ما ابن الزبير بنى الكعبة من جديد على الشكل اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمناه، اتقتل ابن الزبير ودخل الحجاج بن يوسف الثقفي مكة، وبعت لعبد الملك بن مروان وقال له ابن الزبير غير في شكل الكعبة. فجاله الرد واضح وصريح: اقفل الباب اللي اتفتح وشيل الزيادة اللي عملها ورجع الكعبة لشكلها القديم. وفعلا الحجاج هدم الجزء اللي اتزود وبناها تاني على الأساس اللي بنوه عليه أهل قريش. وفي صفحات سودة في التاريخ مذكور إن واحد من خلفاء بني أمية كان ناوي يعمل جريمة أخلاقية فوق سطح الكعبة، متخيل؟ وهو إنه يشرب خمرة فوق سطح الكعبة الشريفة. ولما الخبر ده انتشر اتجمع الناس واتفقوا على عزله وقتله قبل ما يحصل اللي لا يليق بحرمة المكان. والخليفة ده خد النهاية اللي تليق بيه. وعايز اقولك ان اكتر اعتداء وحشي حصل على مكة كان وقت القرامطة، ودول في نظري انا ما يقلوش عن ابليس درجة ولا عن يأجوج ومأجوج نفس الدرجة. دخلوا مكة وقت الحج وقتلوا 100,000 حاج ونهبوا الكعبة وسرقوا بابها وخدوا الحجر الاسود معاهم، وقعد عندهم 12 سنة قبل ما يرجع لمكانه تاني، وده شرحناه في حلقة سابقة. يا رفيع المقام القصة انا لسه ما بدأتهاش معاك والسخن لسه ما طلعش من على النار. الكعبة نفسها بعد فترة حصل لها تصدعات وظهر تشقق في جدارها واضح جدا، فاتدخل على طول السلطان العثماني احمد خان وحاوطها بحزام معدني مزخرف بالذهب علشان يحميها يعني من الانهيار بدل ما يهدها. ولكن اسمع بقى اللي ما سمعتوش قبل كده في اي حتة تانية: المصريين هم اللي بنوا الكعبة اللي انت شايفها دلوقتي قدامك دي. ايه اللي بتقوله ده يا فتحي؟ ايوه يا رفيع المقام، تعالى طيب اقول لك بدون تعصب. سنة 1039 هجريا حصل واحد من اخطر المشاهد الكارثية اللي شافتها الكعبة. سيول ضربت المنطقة كلها لدرجة ان المية وصلت لحد اخر باب الكعبة. المية عليت لدرجة انها وصلت كمان للاناديل المتعلقة في سقف الكعبة. الجدار الشامي للكعبة وقع، واجزاء من الجدار الشرقي والغربي وقعوا هم كمان، وحتى السلم السطح وقع. كارثة ما كانتش بسيطة، 3/4 بيوت مكة اتهدت في السيل ده. وفي مكة نفسها ناس غرقت كتير وخصوصا الاطفال. اول ما الخبر وصل للدولة العثمانية السلطان امر فورا الكعبة تتبني من جديد وتتأمن. وهنا بقى بعتوا جابوا مهندسين من مصر واشتغلوا 6 شهور كاملين ورا بعض علشان يرجعوا الكعبة احسن من الاول. يعني باختصار كده الشكل اللي عليه الكعبة دلوقتي ده اللي بناه المصريين. نبدأ بقى الحلقة بالسخن. مين بقى اللي هيهد الكعبة حجر حجر قدام الناس ومش هتتبني بعدها تاني؟ اللي هيعمل كده راجل متجبر كلمنا عنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة المؤكدة. يعني الراجل ده مش من العرب، من الحبشة، اسود البشرة، راجل نحيف الساقين، قوي وجبار وليه جيش واتباع هيهدها حجر حجر بدون اي مقاومة. ليس ملكا عظيما ولا قائدا مؤمنا، بل رجل اخر الزمان حين يختفي الدين وينقطع نسل التوحيد من الارض. حد يقول لي بقى ازاي هتهدم الكعبة وامتى؟ سؤال مؤلم جدا بس هجاوبك عليه. اول حاجة خليني اطمنك انه مش هيحصل في الزمن بتاعنا، بس هيحصل في اخر الزمان بعد ما رب العزة يؤمر
بقبض كل أرواح المؤمنين. ولما الأرض تفضى خالص من التوحيد بالله تعالى وتبقى عاملة زي الخرابة، ولما تختفي الشريعة، ولما ترفع المصاحف وتضيع معالم الدين، هنا بقى هيخرج الفاجر ده في آخر الزمان، وهيكون معاه رجالته، وهيروحوا ناحية مكة المكرمة اللي محدش هيكون بيطوف فيها أصلا ولا بيحج إليها. هيقف قدام بيت ربنا ويهدوا حجر حجر من غير أي معجزة تحمي بيت ربنا، وبدون أي مقاومة من أي حد. طيب سؤال عميق بقى، هو ليه الكعبة هتتهد أصلا؟ هو مش للبيت رب يحميه؟ ليه ربنا مش هيحمي بيته من الهدم؟ احييك طبعا على السؤال ده. عايز اقول لك ان ده مش عجز والعياذ بالله من عند الله تعالى، ولكن ان بيت ربنا دوره انتهى على الارض، وانتهى خلاص زمن التوحيد، وقبل ان تقوم الساعه لا يبقى للبيت مقام ولا للعبادة وجود. هدم الكعبة علامة عظيمة من علامات القيامة الكبرى، ودي آخر علامات الدنيا قبل النفخ في الصور، وبعدها هتقوم القيامة. فليس بين هدم الكعبة وبين النفخ في الصور إلا زمن يسير. شايف حد عقله الباطن بيسأله طيب يا فتحي، هو ربنا هو اللي هيؤمر بهدم الكعبة؟ الإجابة أيوة، ربنا تعالى هيسمح إن ده يحصل لأنه قدر مكتوب، قدر مقرر قبل خلق السماوات والأرض، ولأن الحكمة انتهت من وجود بيت ربنا حين لا يبقى العابدون. لان لو في مؤمنين ما كانش ربنا تعالى سمح ان ده يحصل اصلا، ولان ربنا مش عايز الدنيا باقيه، الدنيا نفسها هتتهد خلاص، فايه الداعي من وجود بيت ربنا على الارض؟ خلاص دور الدنيا نفسها انتهى، لان ربنا تعالى قال في كتابه الكريم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. اسمع دي وركز فيها. الدين بدأ قوي ثم يضعف ثم يقبض ثم يمحى حتى لا يبقى إلا من تقوم عليهم الساعة وهم أشرار الأرض. تعال بقى المشهد الهدم هيبقى عامل إزاي؟ هقولك زي ما جه في الأحاديث. تخيل كده الكعبة قائمة شامخة كما كانت منذ آلاف السنين، موضع سجود البشر وملائكة السماء، قبلة الأنبياء، وفجأة يظهر رجل غريب من العدم، مش جاي يحج ولا جاي يعتمر، جاي ومعاه فاس ضخم، يؤمر رجالته هدوا البيت ده. اول ضربه تنزل على بيت ربنا تنزل اول حجر، وبعدها حجر في التاني في التالت، لحد ما الجدران تبدا تتهد والركن ينكشف. كارثه. ربنا تعالى حمانا اصلا من المشهد ده. الاساس بتاع بيت ربنا يبان لحد ما المكان اللي كان قبله العالم يبقى ارض فاضيه، لا جدار ولا ساتر عليه، ويجمع كل الذهب اللي موجود والزينه اللي موجوده في المكان وياخدهم ويمشي مع رجالته، وسايب وراه اطلال، كأن البيت ما كانش هنا في يوم من الايام. وكان وعد ربك لمفعول، لان ده اللي اتكتب قبل خلق الخلائق. تعال بقى اقول لك ايه اللي انت استفدته من اللي انا قلته ده كله. اول حاجه لازم تعرفها ان الدنيا دي فانيه، وان المقدسات ترفع في اخر الزمان، وان البقاء لله وحده لا شريك له. الكعبه لا تهدم لضعف الله والعياذ بالله، بل تهدم لانتهاء دورها في الحياه. يا رب اكون خفيف الظل عليكم، سهل لين اللسان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.